والله لو القعدة دي عجبتكم ممكن نثبتها، نحس ان انا قاعد كده ايه جنب المكتبة ومستريح شوية وبتاع. مش عارف يعني، خلينا ناخد رأيكم في الموضوع. المهم دلوقتي جايلكم معايا قراءات شهر 7. عامل ايه وبتقرا ايه يا صديقي العزيز دلوقتي، او في خلال هذه الفترة وفي خلال الاجواء الحر جدا؟ اي نعم النسمة ابتدت تتكسر شوية، لكن نتأمل خير. اعتقد الجو بقى لطيف شوية، وباقي لحد ما مشجع ان الواحد يقدر يقعد قدام هذه الكم من الانوار اللي بتطلع حرارة رهيبة جدا. المهم مش عايز ادخلكم في التفاصيل دي، انا عارف ان انتم بتحبوهاش، بس خلينا نتكلم على قراءاتنا. زي ما انتم شايفين هي كانت متنوعة ما بين الحجم الكبير والحجم الصغير عشان نلحق يعني في حاجة نقدمها لكم في الحلقة. وخلينا نبدأ من يعني بترتيب الشهر اعتقد، وده اللي كان واخد حيز كبير قوي خلال الشهر. هذه التحفة الفنية اللي ملحقناش نتكلم عنها واللي بالتأكيد محتاج اتكلم عنها. الحلقة ككتابة واخدة مني وقت كبير قوي، لان مش عايز انسى اي تفصيلة فيها. زي ما هي حجمها كبير، كل التفاصيل اللي طلعتها منها كتيرة وممتعة، واعتقد انها تعجبكم. رواية المسافر صفر للكاتب احمد عبد الفتاح صالح، والثلاث الدقائق الأخيرة قبل الكارثة، هي رواية من الأساس فيها كل اللي انت تتمناه. رواية فيها الخيال العلمي، فيها الفانتازيا، فيها الدراما، فيها الرومانسية، فيها الاجتماعية، فيها عوالم موازية، فيها ذكاء اصطناعي، فيها حاجات كتير قوي. يعني الذكاء اصطناعي ترندنج دلوقتي، لكن الكاتب يمكن من كام سنة فاتوا مش من بعيد يعني اتكلم عن الموضوع ده بشكل قوي جدا، واتكلم ان ازاي ممكن الذكاء الاصطناعي يوصل لنوع من انواع التفرد اللي هيدمر حياتنا بشكل غريب. واعتقد مش هي يعني هو مش عمل سابقة، لكن في الكتابة العربية بالنسبة لي اعتقد انها كانت حاجة مختلفة. عارفين ان بره بيكتبوا الكلام ده كتير، وبالمناسبة ان احنا نقدر نحط الرواية دي فيها نوع من انواع الديستوبيا برضو للمصير اللي ممكن هنشوفه. الرواية الحقيقة فيها تنوع كبير جدا عجبني. الرواية فيها حجم مجهود ضخم، حجم تواريخ، وحجم عوالم بنعيش فيها. انت محتاج الحقيقة ورقة وقلم عشان تستكشفها، وعشان ما تتوهش منها، وكمان عشان تفضل في رحلتك عشان تعرف مين هو المسافر صفر. فرواية ممتعة كفكرة، رواية جميلة جدا. الكتابة مفيش أي غبار عليها، مفيش تعليقات كتير عليها، لكن ده ممكن ننقله في حلقتنا اللي هتكون مراجعة مهمة جدا عن الرواية دي. تاني رواية وهو حاجة كنا بنفصل بيها شوية، وهي أحد الروايات الصغيرة أو النوفيلات للكاتب محمد عبد الجواد، وجنازة البيض الحارة. اتكلمنا عنها في شكل سريع في الشورتس أو الفيديوهات اللي بننزلها. بنتكلم عن إنها تجربة جديدة كتابة ليها شكل مختلف. مش عايز اكون متأثر شوية بالكتابات اللي بتتكلم عن الكتابة دي، لكن هي الحقيقة جديدة عليا، مختلفة، تفاصيلها غريبة شوية، لكن استمتعت بيها. كانت تجربة يعني فيها اختلاف. زي ما بقول الفكرة كلها ان هنا في الرواية دي هي بتتكلم عن الحارة، وبتتكلم عن شريف البنداري. شريف البنداري هو موظف بسيط عايش حياته بيحاول يأمن نفسه، شغال في شركة الكهرباء. بتحصل له حاجة ما، فبيقدر ان هو يستثمر فلوسه دي بان هو يبتدي يشتري محلات في الحارة اللي هو عايش فيها، محل ورا التاني ورا التالت، لحد ما بقى عنده سلسلة محلات هو صاحبها، وبقى بيأجرها للناس، وعلى الإيجار ده بقى هو يعيش. وبقى ليه زيارة شهرية لأصحاب المحلات دي. بنشوف بقى في أحد الأيام زيارته الشهرية دي ليه هتكون زيارة مختلفة في وقت كان فيه منتشر مرض الكورونا. فبنشوف ازاي ده بيكون عامل له تأثير، وبنشوف لما الحاج شريف اللي محافظ على صحته لما يتصاب بالكورونا هيحصل ايه، وهل اصابته دي هتأثر على الحارة، ومين هيتعاطف معاه، ومين ما هيصدق يكون خلص منه. كل ده هنشوفه في ملهاه من 5 فصول. حكاية غريبة، حكاية مختلفة، حكاية من الحارة المصرية تحسسك بالجو بتاع كتابات نجيب محفوظ او الكتابات ليحيى حقي. مش بعمل مقارنات، لكن بقول ايه الجو اللي انت هتعيشه، او ايه الحاجة اللي انت ناوي تدخل تقراها، عشان محدش يفهمني غلط ويقولني كلام انا ما قلتهوش. بعد كده الرواية اللي راحت معايا المصيف، وهي رواية القاهرة عدن للكاتب احمد الزيني.
القاهرة عدن 2167. الرواية اللي بتتنبأ بمصير العالم أو ربما مصير مصر في المستقبل البعيد حبتين. الرواية اللي بتتكلم عن حرب عالمية تالتة هتقوم بين الدول العظمى الكبيرة اللي احنا عايشين وسطيهم دلوقتي، وبتتكلم ان العالم كله لسبب ما هيتدمر، ومصر هي اللي هتكون موجودة بسبب بعدها عن الأجواء بتاعة الحرب، رغم ان الحرب دي هيكون فيها نووي، لكن مصر برضو هتكون موجودة عشان مصر قوية. مش عايز اخش في التفصيلة دي، لكن الكاتب عايز كده، فخلينا نقول ان مصر هتكون موجودة، بس مصر هتتقسم لعدد من الدويلات، وكل مجموعة بلد يعني هنلاقي عندنا بقى عندنا امريكا وعندنا الصين وعندنا وكل حبة واخدين حتة من البلد عايشين فيها. لكن القاهرة هتفضل زي ما هي، القاهرة هي مركز الحكم، وهي اللي بقى المرة دي بقى كل الدويلات الصغيرة بتحاول انها تسيطر على القاهرة، واللي هيسيطر على القاهرة هو اللي هيكسب. ومن ضمن الخراب اللي هيحصل في العالم ان مش هيبقى فيه بقى العربيات، واللي هيبقى عنده العربيات ده هيبقى حد نادر، وقصص كتيرة. فهتحس ان انت رجعت بالزمن لورا. وكمان من ضمن رجوع الزمن لورا ان مصر هتكون ملكية، وهنعيش نفس الاحداث اللي حصلت قبل كده، من فكرة ان مصر هتتحول من ملكية للجمهورية، وتحس كأنك في الكاتب بيعيد عجلة الزمن أو عجلة التاريخ من الأول. وبعيدا عن عجلة التاريخ بتاع مصر، هو كمان بيعيد عجلة الزمن من الأول. في ناحية تانية من الكتابة بيورينا إن في شخص ما في وسط العالم ده حاول إن هو يعيد خلق العالم من جديد، وحاول إن هو يعيد تجربة آدم وحواء من جديد والشيطان بطريقة سرد مختلفة، بطريقة حكاية للموضوع بشكل تاني مختلف. ماذا لو ان العالم ده بيتكرر بشكل او باخر؟ فكرة غريبة شوية، فكرة فيها كتير من المشاكل اللي ممكن الناس توجهها للكاتب لو خدتها بأبعاد تانية غير انها مجرد رواية، وممكن يقولوا عليه بيدس السم في العسل. هتسمع كلام كتير لما تقراها، وهتلاقي وجهات نظر كتيرة مختلفة. مش بقول ان ده مش صح، ده وارد، لكن انا بكلمك عن الفكرة العامة او الفكرة الفانتازية ورا القصة او الابعاد. عايز اقول ان شايف ان الكاتب متأثر ربما بحاجات كتيرة، بافكار كتيرة يمكن شفناها في مسلسلات او افلام من نفس الطابع. فهي رواية تعتبر نقول عليها، هو مكتوب هنا عليها انها اول رواية عربية لتيروفروتشاريزم. مش عارف معناها الحقيقة ومش هفتي، اول مرة بالنسبة لي اسمع عن التصنيف ده، لكن بالنسبة لي شايف انها رواية ديستوبيا واخدة جايبه المستقبل في شكل الماضي، فممكن ده المعنى اللي هما بيقصدوه، وبتعيد سرد الحكاية من جديد. الفكرة حلوة جدا، لكن شايف ان في حاجات كتير انا عارف ده، بس الحلو ان انا كنت عايز اشوف هو الكاتب كاتبه ازاي. بس تحس ان يعني هو خد التاريخ وكتبه بطريقته. مش عارف اوصف لك احساسي معاه، هل هي حاجة حلوة ولا انا عارف ده، يعني انا فاهم ده انت عملته بس بشخصيات مختلفة. فتعقيبي عليها مش عايز اظلمها، لكن ممكن يكون لينا كلام معاها تاني ولينا تفاصيل عنها اكتر. لكن اللي عايز اقوله لك ان انت هتستمتع بتجربة قراءة مختلفة، هتستمتع بافكار الكاتب حاول يحطها، هتستمتع بعالم مختلف وصراعات مختلفة. ربما الصراع السياسي الكبير اللي الكاتب كان حاول بيدخله في القصة كان المفروض يبقى اقوى من كده، كنت عايز احس ان هو في ملحمية اقوى من كده. والبعد بقى المختلف او البعد اللي بنتكلم فيه عن الشيطان وعن خلق الكون من جديد، ده كان مميز جدا الحقيقة، وكان مختلف، ودمجه مع الاحداث اللي بتحصل الكاتب قدر يمشيها ب افكار مختلفة. وفكرة برضو الاعمار، وفكرة ان الواحد يبيع عمره و فالكاتب عمل زي كوكتيل كده من الحاجات المختلفة وقدر يدخلها مع بعض. وجودها مع بعض كان كويس جدا، بس اعتقد ان الرواية كانت محتاجة حجمها يبقى اكبر. اعتقد الكاتب حاول قدر الامكان ان هو يحجم نفسه، واعتقد ان الرواية دي كمان اتشال منها حاجات كتير عشان ما يتقالش عليها انها زيادة او ممطوطة. بس اعتقد ان الكاتب كان محتاج ياخد فيها راحته شوية اكبر، بحيث ان زي ما قلت الملحمة او الدراما اللي حصلت في النهاية كانت محتاجة تاخد
مهلها شوية. لكن في النهاية انا شايف انها كانت رواية مميزة جدا، رواية على الرغم من ان انا كنت مسافر كام يوم لكنها اجبرتني ان انا اقراها. ولما دخلت شوية في بعد المقدمة اللي في الاول دول وبعد اللي هم كام صفحة اللزاز دول، لا حسيت ان انا عايز اتابع الاحداث وعايز اعرف الحكاية بتاعتنا هتوصل فين للنهاية. فده رأيي الحقيقة عن رواية القاهرة عدن. ربما نعمل مراجعة عليها لوحدها أو ربما تكون في حلقة ترشيحات ونتكلم عنها أكتر. قولوا لي أنتم متحمسين لكده ولا مكتفيين بالكلام اللي احنا قلناه عنها خلال الحلقة دي. آخر حاجة معانا خلال الحلقة بقى وهي التجربة الجديدة أو السلسلة الجديدة من سلاسل دكتور شيرين هنائي وسلسلة الاستغاثة الأخيرة وصيد فيل مجنح. والسلسلة دي المرة دي بالتعاون مع الشركة العربية الحديثة أو المؤسسة أو روايات الشباب. الجيل الجديد بيعود من جديد بشكل مختلف امتداد لكتابنا العظام دكتور أحمد خالد توفيق ودكتور نبيل فاروق. فكرة جديدة، فكرة مختلفة، شايف انها هتكون امتداد للسلاسل دي من وجهة نظري البسيطة. وزي ما بقول دي مش مقارنة لكن بقول ده امتداد لطيف جدا. فكرة بنتكلم على طيار، الطيار ده عنده نوع من انواع الموهبة الغرائبية ان هو من خلال احلامه بيشوف استغاثات من ناس حوالين العالم بيحاول بطريقة ما يفهم القوة بتاعته دي ويحاول ازاي يقدر ان هو يساعدهم او يخلصهم من المشاكل اللي هم فيها او المصايب اللي هم فيها. على الجانب التاني بتتقاطع معاه طريق الطيارة التانية اللي في البداية كنا بنشوفها شخصية عادية جدا لكن في مفاجآت بتحصل بتكشف لنا الجانب التاني من حكايتها وازاي بالنسبة لها لما تعرف القوة الخاصة بيحيى هيكون بالنسبة لها الشخص المثالي عشان تنفذ حاجة هي عايزة تعملها. ده يمكن اللي ربما وقفنا عليه في الجزء الاولاني وفهمنا كتير عن الشخصيتين وفهمنا ربما ايه ممكن اللي يحصل في اللي جاي. وده اعتقد اللي هنشوفه في الجزء التاني من بعد صيد فيل مجنح واللي نزل بشكل حصري مع ابجد. فيعني تجربة حلوة وتجربة ممتازة الحقيقة. بجانب دول اعتقد ان انتم شفتم في الابديتس الاسبوعي اللي بنتكلم عنها في حاجات ابتديت اقراها ودي في الشهر الجديد اللي هو شهر 8. لكن مستمر معايا الكتاب اللي مش عايز يخلص واللي محتاج اخلصه عشان في محتوى هينزل عليه. وللاسف كان في محتوى اوريدي خلصان من اجزاء من الكتاب بس يعني الفيديو بعد ما اتمنتج وبعد ما اتظبط حصل مشكلة ان انا مش لاقي الفيديو نفسه ومش عارف اشتغل عليه. فاعتقد ان هيتم تسجيله تاني عشان تكون حاجة مفيدة ليكم. فاستنوا مفاجآت هي بتحصل كده على مهل وبتحصل واحدة واحدة. اتمنى ان التغييرات والابديتس الجديدة اللي عاملينها في القناة تكون لطيفة. منها سلسلة دور ال16 التجربة الجديدة وكمان السلسلة التانية اللي بدأناها واللي هي هتبقى بودكاست اللي هي ليه في بوك كافيه واللي نزلنا اول حلقة منها واللي كانت عن جائزة القلم الذهبي. استنوا الحلقات اللي جاية تكون حلقات مفاجأة جدا واعتقد انها هتعجبكم. وطبعا دعمكم ومشاركاتكم تحت في الكومنتات تقولي قريتوا ايه، بتحبوا ايه من الحاجات اللي قريناها تحبوا ان احنا عايزين تسمعوا عنها اكتر ونعمل لها مراجعة لوحدها. فهستنى كل ده منكم تحت في التعليقات. واهم حاجة ما تبطلوش تقروا ايا كان بتقروا ايه زي ما انتم عارفين ان القراءة اذواق. واشوفك على خير. سلام.